اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح الفل يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نشوف النهارده غدانا وعملته ازاي، والخلطة اللي قليت بيها السمك وسمكة قشر البيض ورأيي فيها. تمام. كده حطيت الاول الكابوريا بقطع عليها بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل، وبنطق الحله كده يعني اقلبهم في بعض، وحطيت عصره ليمونه وشويه ميه صغيرين يدوبك بس تستوي فيها، لاننا مش بنحب شوربه الكابوريا. تمام. فبحاول اقلبها كده بالمعلقه، ما بينفعش، فبقعد اهز الحله كده ايه تتقلب مع بعضها، واحطها على نار هاديه واسيبها بس 10 دقايق، مجرد لونها ما يتغير يبقى كده خلاص استوت. وحطيت الرز الصيادية او الرز ببصل برضو يستوي لحد ما اخلص بقية الاكل يكون استوي. ومعايا حلة كمان فيها معلقة سمنة بلدي وبصلاية صغيرة مفرومة او متقطعة صغير، هديها تشويحة بس كده، وهنزل عليها بفصين توم مفرومين. تمام. هنا بعمل ايه؟ هنا بعمل شوربة السي فود. تمام. بس وبقلبها بس كده. ومعايا بقى الكابوريا، اسمر كابورياية على 2 كده، ومعايا جمبري متقشر. اي حاجة بقى تحبي تحطيها فيه، جمبري، كابوريا، في لو عندك كاليماري، صبيط. تمام. اي حاجة تقطعيها كده وتحطيها في شوربة الكابوريا بتبقى تحفة قوي. وبديها تقليبة بس كده برضو، مجرد ما احس ان لون السمك اتغير. ماشي يا حبيبي، بفضل اقلب بس فيها كده. كده بقول لكم اهو ان لونه خلاص بدأ يتغير. بنزل بمعلقتين دقيق وبقلبهم في السمك. تمام. بس ومعايا هنا لبن عادي خالص. ممكن تعمليها بكريمة لباني، بس انا بعملها بلبن ومعلقة وش لبن. يعني عندك كريمة لباني وعايزة تستغني عن اللبن، تمام. هنا بقولك معايا وش اللبن، هو باخد منه معلقتين صغيرين. تمام. بيبقوا معايا زي الكريمة بالظبط. وبحط بس كوباية مية عشان ما تبقاش معايا تقيلة. تمام. وبظبط بقى الحدق بتاعها اللي هو ايه، يعني ملح وشوية كمون ورشة فلفل صغير وعصرة ليمونة. تمام. بسيبها بس تغلي غلوة كده وخلاص، وبطفي عليها. سمك البحر ما بياخدش سوا خالص، يعني مجرد بس ما تغليها غلوة خلاص كده هو يعتبر كده خلاص الكابوريا والجمبري مستويين في التقليبة اللي احنا قلبناها في البصل. بس بديها غلوة وخلاص. ريحتها تحفة، معلقة السمنة البلدي بتخليها خطيرة، او لو عندك مكعب زبدة ممكن تعمليها بيها. تمام. هنا معايا بقى التمليح بتاع سمك قشر البياض. بص، سمك قشر البياض حلو قوي، بس هو يعني ناعم قوي في التقليب. عايزك يعني وانت بتحمريه تتعاملي معاه بحرص، لانه ناعم قوي وممكن يتهرى منك وانت بتقليه. معايا هنا الدقة بتاعته ايه، معلقة هريسة شطة او شطة مفرومة، ومعلقة توم مفروم، وملح وكمون وليمون، وخلاص كده. والدقة دي بعمل بيها سمكة قشر البياض، وبعمل بيها برضو الجمبري. بوريكم ان سمكة قشر البياض انا منضفاها وشايلة الزعانف منها وغسلة بطنها كويس وكل حاجة. بقول لكم بس ان انا بشيل الراس بتاعتها، لان هي ملهاش عايزة يعني، وما بتتاكلش. تمام. وبحشيها بس كده وبلفها بالدقة دي 10 دقايق كده بس، شوية كده وخلاص. وقبل يعني ما خلاص هجهز الاكل بقلي السمك عشان يبقى سخن. تمام. وزي ما قلت لكم ان نفس الدقة دي بلف بيها الجمبري شوية بس كده. وفي دقة تانية هعملها للقلي برضو تحفة، وبتحافظ لك على الزيت، ما بتحرقهوش، وبتخلي لونه بجد خطير. تمام يا حبايبي. بس هنا بقول لكم الجمبري انا مش جايباه كبير، يعني جايباه متوسط. شلت القشر منه ونضفته، وشلت العرق الرملي اللي بيبقى في الظهر وفي البطن. تمام.
وقشرته وشلت الراس، ولاني هعمله مقلي. لما بعمله بصراحة يعني في شوربة ما بشيلش قشره ولا راسه ولا حاجة، يدوبك بس بشيل العرق اللي في الظهر وخلاص. بس كده ولادي كانوا عايزينه يعني مقلي، فشلت القشر اللي عليه. تمام. هنا بقى معايا معلقتين نشا ومعلقتين دقيق، وهحط عليهم برضو ملح وكمون وشوية مية، وكمان هحط معلقة كركم عشان يخلي لونه جولد كده وجميل في التحمير. بجد بيخلي لونه حلو قوي. وزي ما قلت لكم التتبيله دي بتحافظ على الزيت. طبعا كده كده الزيت بعد التحمير السمك ما بينفعش نعمل فيه اي حاجه، فاهميني؟ بس برضو ايه يعني ما بيحرقش الزيت، يعني لحد اخر سمكه بتقليها وانتي الزيت معاكي نضيف ما بيتحرقش، يعني زي ما بنقلي بالدقيق العادي. تمام كده بوريكم التقل بتاعها، بس انتي لو عايزه يعني تخليها اتقل من كده بيكون احسن، يعني بتخليها بنفس تقل الكيكه كده. تمام. بناخدها من التتبيله دي على زيت سخن على طول، ما بنسيبهاش، يعني بنطلعها من التتبيله على الزيت على طول. تمام. يعني انا هقلي مثلا على قد الولاد ما هياكلوا، فحمرت بس يعني على طول. لو حد تاني هياكل بعد كده بسيب له يعني وقت التحمير احطها له في التتبيله. كده خلاص يا حبايبي، الاكل معانا جاهز، وشوربه السي فود اهي، وقليت كمان الجمبري عشان مطولش عليكم الفيديو. قليته، بصوا لونه تحفه ازاي. وادي الشوربة بجد ريحتها وطعمها خطيرة. وعملت الرز، وادي سمكة قشر البياض حلوة قوي برضو، طعمها حلو، بس زي ما قلت لكم عايزة تتعامل معاها بحرص عشان خاطر يعني ناعمة وطرية كده. تمام. لو وصلتي معايا لحد هنا يا حبيبة قلبي، ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات ولايك واشتراك. مع السلامة.